السلام عليكم. البرد جا وما كيحلاولنا غير بحال هاد الوجبات اللي كيكونوا صحيين سخانين في هاد البرد، والقيمه ديال الغذائيه ديالهم كتكون كبيره. الهرقمه بالحمص. بالنسبه للمقادير انا غادي نعطيكم المقادير ديالي اللي الصراحه كتجي لذيذه بزاف. عندي هنا كميه ديال الكرعين، هنا ديال الكرعين د العجل، نشوفوهم يكونوا طريين هكا مغنقين مغسولين. عندي هنايا كميه د الحمص، زلافه مع عمرش. عندي واحد البصله متوسطه هنا اللي قطعتها هكا مربعات. غادي نحتاجو الكاس مخلط زيت الزيتون والزيت الروميه، كما عارفين الحمص ولا الهرق ما كيبغيو اليدام. غنحتاجو هنا ملحه، شويه التحميره، الفلفله حمراء حلوه، الثومه، سكينجبير، خرقوم البلدي، شويه الكمون. انا بالنسبه ليا كنديرو، كاين اللي ما كيديروش، اختياري، وشويه الابزار. هادو هما المقادير اللي بساطين ولكن اللذه كيجيو لذاذين بزاف. هاد الطريقه كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم من بعد ما كنت درتها لكم باللوبيا ولقات استحسان بزاف ديال الناس. قلت علاش ما نعاودها لكمش هكا بالحمص. اللي بغاها باللوبيا انا غنخليها لكم في صندوق الوصف الطريقه. غادي ناخذ طنجره هكا الضغط، وغادي ندير فيها هاد الهرق، هذاك الكرعين. نضيف عليها البصله والعطريه. كما قلت لكم العطريه انا استعملت الكمون، كاين اللي ما كيديروش، هذاك الشيء اختياري، والطبخ اذواق. صافي ما كنقليوها ما حتى شي حاجه. كما عارفين لا اللحم الراس ولا الكرعين ما كيحتاجوش للتقليه. صافي كنديرهم بحال هكا، كنضيف عليهم زيت الزيتون وزيت الروميه اللي مخلطه. صافي غادي نحرك، غادي نجيب الماء اللي ديجا مطيباه غليان، وغادي نروي. كما شفتوا هنا غادي نمرق بالماء اللي غادي يكون طايب باش في الساعه طيب لي. صافي الكونتيتي الماء عينك ميزانك هكا يتغطاو الكرعين، لان الماء كيبقى عاوتاني على حساب هذوك الكرعين واش طيابين او لا. صافي غادي نسد عليهم كوكوط، غادي نخليهم حتى غادي يدخلهم الطياب مزيان. انا كنبغي الكرعين يكونوا يجيو طايبين بزاف، انا نخليهم حتى يدخلهم الطياب. غادي نرد هادو ونولي نوريكم الطريقه كيفاش كنحضر الحمص. هنايا خديت واحد الطنجره، غادي ناخذ فيه الحمص من بعد ما فزقته ليله كامله ونقيته، غسلته مزيان. غادي نديرو هنا في هاد الطنجره، غادي نغطيه بالماء اللي بارد غير من الروبيني. هانتوما كما شفتوا الماء من الروبيني، غادي نغطيه هكا وغادي نرجعو فوق البوطه. غادي نخليه حتى يغلى. غادي كيبقى يطلق لنا واحد الكشكوشه بحال هكا، خاصنا ديك الكشكوشه نحيدوها. هذيك هي اللي كتخلي هاد الحمص اولا اللوبيا ولا كيخليهم كيوجعونا، كيضرونا في المصران. هاد الطريقه كيجيو زوينين وما كيضروش في المصران. هانتوما غادي تشوفوا، ها هي كما قلت لكم هذه الكشكوشه خصنا نحيدوها ضروري. هو كيغلى وحنا كنحيدوها حتى غادي تحيد كامل، وغادي هذاك الحمص يدخلوا الطياب باش من نرجعوا نطيبوه مع الكرعين يجيو مع بعضياتهم مزيان. انتما كما كتشوفوا هي كتطلق هذيك الكشكوشه وانا كنحيدها حتى ما كتبقاش كتطلق. هنايا من بعد ما دازت مده كما شفتوا الكرعين هما دخلهم الطياب، هما بداو كيتفسخوا على العظم. دابا غادي ناخذ هذاك الحمص اللي من بعد ما حيدت له الكشكوشه ودخلو حتى هو الطياب، غادي نصفيه هكا بشي صفايه. هذاك الماء ما كنديروش لان الماء كيكون فيه لي غاز، هو اللي كيكون فيه لي غاز ديال القطاني. هنا كما شفتوا الحمص بدا يدخلوا الطياب، الكرعين حتى هما راهم علاين يطيبوا. صافي غادي نخلطهم مع بعضياتهم ونولي دابا نسد عليهم في كوكوط. غادي نخليهم حتى غادي يطيبوا وغادي تتعلك هذيك المرقه. بالنسبه ليا هنا شويه وليداتي كيبغيو المرقه فيهم، خليت شويه. اللي ما كيبغيش يخليهم حتى تبقى غير هذيك غير هذيك الزيت نتاعهم. صافي وكيقدمهم. انا غادي نرجع معكم من بعد ما غادي يطيبوا باش نصبوهم مع بعضياتنا. كاين اللي كيبغي يدير التفايه وكيرافقها به التفايه بالبصله والزبيب. انا لا ما كنبغي نكتفي غير بالملوحيه ديالهم. صافي غادي نزيد شويه الماء، غير شويه على ما يطيب هذاك الحمص. صافي وغادي نسد عليه حتى غادي يطيب. هنايا من بعد ما طابت لي المريقه شفتوا كي كتجي معلكه، هذوك الكرعين كيوليو طايبين زبده.
صافي كما قلت لكم، بغيتو تخليوها شويه تبقى غير الزيت، بغيتو تخليوها هكا. هنا الشكل نتاع الهرقمه ديالي هذا هو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. صدقوني طريقه ساهله حتى بالنسبه اللي عمرو ما دارهم غادي يجيوه طريقه ساهله، يديرهم بعينيهم مغمضين. من اول تجربه كينجحوا معاه وكيطيبوا. هنا رافقتهم شويه سلطه بالخس والافوكا هكا وشويه الزبيب، مع خبيز ديال دقيق القمح الكامل والزرع والشعير. كيجي والخميره بلديه، كيجي زوين بزاف كما كتشوفوا. الا بغيتوا الطريقه خليوها لي، بغيتوا الطريقه نخليوها لي في التعاليق ونصاوبوا معكم. كنتمنى هذا الطبق الشتوي 100% ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش بالبارطاج مع الاهل والاصدقاء، وبلي لايك ديالكم، وتا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بسلامه.